تشكيل مجلس أعلى للتعاون السياسي بين البلدين، إضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات اقتصادية. عمر هواش وهذا تقرير. حتى قبل وصوله طهران أثارت زيارته الكثير من التوقعات. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وقع مع الإيرانيين 4 اتفاقات اقتصادية دفعة واحدة. يدرك أردوغان هنا أن تركيا وبعد اتفاق جنيف النووي ستصبح ممرا للنفط الإيراني إلى أوروبا. تبحث طهران وأنقرة عن علاقات تتعدى المصالح المشتركة إلى التعاون الاستراتيجي. تتوفر الإرادة السياسية لدى أنقرة وطهران لتطوير العلاقات. علينا اتخاذ خطوات مشتركة ضمن معادلة ربح ربح عبر التسريع في تنفيذ الاتفاقيات. إيران التي تستعد لنزع طوق العقوبات بدت كذلك بحاجة إلى شريك اقتصادي بحجم تركيا. نؤكد على سعينا لإيصال حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى 30 مليار دولار مع حلول العام 2015. نأمل أن تكون زيارة السيد أردوغان نقطة تحول في العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية. تركيا التي وقفت على النقيض من إيران إزاء الأزمة السورية تبدو اليوم أكثر اعتدالا. في لقائه مع الرئيس روحاني دعا أردوغان إلى القضاء على الإرهاب على حدوده السورية. قال إنه جاء للاتفاق مع طهران على الإسراع في إنهاء النزاع في سوريا. بدأ أردوغان وهو يغير أولوياته كمن يبحث عن سلم للنزول عن شجرة عالية صعدها في دمشق. غير أردوغان سياسته تجاه سوريا بعد تطورات طرأت على معادلاته السابقة، أبرزها انتشار الإرهاب على الحدود والتوافق الأمريكي الروسي على الحل السياسي في سوريا، إضافة إلى ما جرى في مصر. تبحث أنقرة عن نافذة سياسية على سوريا، وتبحث طهران عن انفتاح على العالم. تلاقت المصالح ربما يكون في ذلك جديدة لدور إيراني تركي في المنطقة. على وقع الأزمة السورية تصدعت العلاقات الإيرانية التركية ووصلت أحيانا إلى ما يشبه الحرب الباردة، لكن البلدين حافظا على أسس العلاقة التي تبدو اليوم أمام مرحلة جديدة تعج بالمصالح. عمر هواش، فلسطين اليوم، طهران. أعلن المتحدث باسم